السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم نتكلم فيه على لماذا فاز المنتخب الوطني بهذه الطريقة الجميلة التي عشقها الجمهور العربي كافة، ليس الجمهور المغربي فقط بل أيضا الجمهور العربي كافة. لنبدأ من الأول. هذه فرقة، هذا الفريق، هؤلاء الشبان وعلى رأسهم السي ركراكي، أولا هم مرضي الوالدين بشهادة الجميع، مرضي الوالدين بشكل جميل، بشكل يعني قدوة. هادو لو سيكونون قدوة إن شاء الله الرحمن الرحيم للشباب الماجي. ثانيا الانتصار ديالهم جاء بسبب أخلاقهم. أنا نسميهم فريق الساجدين، ما شاء الله، منهم حملة القرآن، يعني الحمد لله كلهم يعني مواظبون على دينهم وعلى صلاتهم وعلى يعني صلتهم الطيبة بأسرهم، يعني صلة الرحم والبر بالوالدين. يعني فريق متكامل، ليس فقط كرويا بل أخلاقيا ودينيا، والحمد لله. الفريق الوطني لا ننسى أيضا الجمهور طبيعة الحال أعطى دليل على أن المغرب شعب وأمة يعني خلوقة وخلاقة. الجمهور مؤدب، تشجيعاتهم ليس فيها أي قلة أدب، وليس فيها أي تجرؤ على ولا استهزاء ولا سب ولا شتم للفريق الآخر. حتى الحكم لما يرفض لنا هدفا يكون مشروعا ويرفضه لا نسمع سب ولا شتيمة، ولا هناك صفارات طبيعة الحال، لأن تنديد دليل على أنك أخطأت في حقنا. ولكن بصفة عامة هم شبان يعني مشجعون راقيون، يعني رقي، أمة، يعني أمة الحمد لله. المغرب معروف تاريخه المجيد العظيم الغابر في التاريخ. نتكلم عن اللاعبين. السي المرابط أنا لم أره يلعب فقط لوحده، ولكن كنت أرى معه أخاه كان يحمله، يعني يلعب وأخوه معه في قلبه، وكأنني أرى مرابطان يجريان يعني يصدان هجومات الخصم. فعلا كان أسدا زائرا، يعني رائع. يعني كنت أتمنى أن يكون المرابط الأكبر في هذا، خاصة عندما حرمنا من العبور للدور الثاني بسبب فيروسي بسبب التحكيم. ولكن المرابط يعني هذه العائلة هذه عائلة رائعة عن جد، عائلة رائعة. الحارس كان يلعب وكأنه يعني لا يمكن أن أتكلم عن كل واحد على حدة، يعني كل في موقعه كان كأنه ضخم، كأنه عملاق يجري، والآخرون حوله يعني الخصم حوله كأنهم أطفال، ما شاء الله. لعبوا روح وطنية قلما تكون في لاعبين آخرين. كلهم تقريبا ولدوا في الخارج أو كبروا أو ذهبوا إلى الخارج وهم صغار السن. القلة القليلة منهم فقط الذين لعبوا في المغرب قبل أن يحترفوا في الخارج. ولكن مع ذلك روحهم الوطنية تفوق كل الوصف. هذه الأسباب التي جعلت من المنتخب محبوب عند جميع العرب. جميع العرب أحبوا هذا المنتخب وحبوا الجمهور وعرفوا من هو المغرب وعرفوا من هم أعداؤه. لا داعي لذكر الأسماء، الجميع يعرفوهم، الذين أصبحوا ودودون هذه الأيام بسبب أمير قطر. هذا الشخص عجيب، هذا الشخص أمير دولة، يعني ملك دولة أو رئيس دولة
يحمل علم دولة أخرى. هذا لا يفعله الجميع. هذا دليل على أن حب عميق يسكن قلبه، هو أسرته طبيعة الحال، والده، شاهدنا والده وأمه كيف فرحوا. هذا الفريق الذي نفخر على أننا ننتمي، يعني أنه مغربي. هذا الفريق جعل العالم يعرف أن المغرب دولة راقية، أخلاقها عالية، طريقتها في التعامل من أعرق. ماذا أقول؟ لا يمكن سيقول أنني مغربي وأمدح المغرب. فعلا مغربي وأمدح المغرب لأنه أحب هذا البلد، وكل من يحب هذا البلد سيقولون أكثر مما قلت. ولكن حب الدول الأخرى وحب الشعوب الأخرى المغرب. شاهدنا فلسطين كيف فرحوا وكيف هللوا وكيف رفعوا العلم المغربية وصورة الملك نصر الله. حب لا يمكن تجده بسهولة إلا إذا كنت يعني ترقى إلى هذا الحب. والحمد لله الشعب المغربي نرقى إلى هذا الحب. والمنتخب المغربي أتمنى أن لا يلعب ضدنا الحكم في المقابلة مع إسبانيا، وأتمنى أن يكون هناك يعني تقنية رائعة، وأن تكون هناك لعب جميل وراقي نعبر به إن شاء الله إلى الدور الآخر، ونفوز على إسبانيا إن شاء الله الرحمن الرحيم بهدفين أو 3، يعني حتى نكون في مأمن. وأتمنى الفوز للمغرب، وأتمنى لهذا الشعب ملكا يعني كل الخير. نحب هذا الوطن، نحب ملكنا، نعتز بملكنا ونعتز بوطنيتنا ونعتز بمغربيتنا وبصحرائنا. لا ننسى أن الصحراء مغربية، والحمد لله العالم كله أصبح يعلم من نحن ويعلم كرمنا وأخلاقنا. وهذا ما لم يأتي من فراغ، ولكن يأتي من أخلاق ومن تاريخ ومن عروبة ومن الشعب المغربي أمازيغ وعرب. وحدتنا في إسلامنا، وحدتنا في إسلامنا، ووطننا هو الأم التي نحن نعيش في حضنها، وهذا هو جميل في هذا الشعب. أتمنى العبور والانتصار على إسبانيا يوم الثلاثاء إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.